القرآن، قلت أنا ما دام هو بيقول لي دينك مش صحيح، أنا من حقي إن أنا أعرف عشان أعرف أواجهه، أعرف أجاوب عن أسئلته. لقيت إنه في آيات في القرآن مش حلوة خالص، مثلا إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فضلت أقول هل الله يعني هل الله والملائكة هيسجدوا للنبي ده؟ طيب النبي ده مين؟ وإيه مكانته عشان هم يسجدوا له؟ ليه زواج الأربعة؟ ليه أنا لما بروح أسأل أخويا وأقول له ده أنتوا هتتجوزوا أربعة، يقول لي أخويا لا ده بأعذار اللي هي إيه؟ اللي ما بتخلفش وكلام وغيره، رغم إنه آية في القرآن موجود آية تقول يعني معلش باللفظ يعني وانكحوا، وكمان إيه؟ عشان تجمعوا أمما، عشان تعملوا بيت وأسرة وعيلة. طيب إيه الإله ده؟ ايه الاله ده اللي ما بيحبنيش، اللي انا فضلت اقول له ليه ما جبتنيش راجل وجبتني بنت عشان اتنقب واتحجب عشان جسمي عوره، عشان مش من حقي ان انا اقعد مع راجل الراجل ده هيبص لي بصه وحشه. هو ليه الراجل ده اصلا ما يبصليش اصلا، يحط عينيه في الارض ويرتاح؟ ليه انا عوره؟ ليه شعري بالضروره عوره؟ ليه انا لازم اتنقب واتحجب عشان اعرف اطلع، عشان اعرف اعيش؟ ليه كل ده؟ ليه انا جوزي معلش يعني لو رفضت له طلب يبقى الملائكه بتلعني لغايه الصبح، رغم ان انا اقدر اكون تعبانه، اقدر اكون انا محتاجه اصلا حنيه، محتاجه حاجات، فانا ليه انا الملائكه دي تلعني خالص؟ فانا قررت انه بعد يعني بدون ذكر ايات كتير في الحاجات والغزوات وازاي يعني هو قرر ان هو يحتل المملكه، يحتل العرب او يحتل يعني بلدان كتير باسم الدين ويقتلهم وحاجات كتير. انا قلت خلاص انا هترك بس بعد انا هترك، بس انا هدرس الكتاب المقدس ده، هدرسه في الكنيسه، هتعلم. انا كمان فضلت ادرس على النت كتير واتلمس في جروبات تلمذه بتاع قسيس كردي موجود في المانيا، دخلت جروب معاه على الواتس بيدرس كتاب مقدس. فقلت ايه، انا هتعلم وانا هشوف وبعد كده اامن. تمام امين. لقيت نفسي انه انا بصلي له بقول له يا رب اذا انت اله حي وانت اله احياء مش اموات، وانت اخترتني بنتك وعايز توريني نورك، طيب يا رب قول لي اي حاجه، افتح لي ابوابك، افتح لي طريق مع اخواتي مع اهلي، ما تسيبش اهلي يعرفوا يسيبوني بره، سيب اهلي يكونوا جنبي، افتح لي باب. انا اخويا كان صعب جدا، كان شخص صعب وكان في جماعه صعب جدا، في جماعه مغربيه اللي هي جماعه العدل والاحسان. انا اخويا كان صعب جدا. يا ساتر يا رب. فقررت قلت انا هامن، بس امن في السر، هامن في السر. وفعلا فضلت اسال واتلمس وكل حاجه عشان اهلي عارفين انه انا بدرس فرنسي وبتعلم لغه فرنسيه، فكان دخولي للكنيسه سانت لويس عند الاب الكاهن كان سهل، لانه كنت بدخل بمبدا انا بتعلم فرنساوي بدون فلوس، مش هتدفعوا عني حاجه ودول هيعلموني فرنساوي ببلاش. فلغايه لما بدات اصلي، لانه بعد تلمستي الاب الكاهن قال لي صلي لربنا، خلي ربنا يتدخل في حياتك، صلي، هو في ايده ان هو يخليكي تامني بطريقته، ارجوكي صلي. فضلت اصلي واقول له انا بنتك يا رب، قول لي يا رب عشان اتبعك زي ما تبعوك التلاميذ، زي ما انت فتحت الباب لاكتر من حد. انا كنت بعرف انه في ناس اتشافت، في ناس ظهرت لها العذراء، في ناس حاجات كتير ظهرت لها. قلت له ارجوك. لقيت ان ربنا يتمجد معايا في رؤيه انه انا في طريق ضلمه جدا ودخلت باب مفتوح فيه نور، والباب ده ظهر لي نور ساطع جدا مديني ورقه مكتوب ليها عمانوئيل. واو واو واو. لقيت انه الورقه دي انا قريتها فيها عمانوئيل، معناها الله معانا في انجيل متى. يبقى خلاص يا رب انا هتبعك، خلاص يا رب انا عرفت حقيقه وجودك. مجدا ليك يا رب، مجدا ليك يا رب. لقيت نفسي انه بعديها
بصلاتي كمان لقيت نفسي انه انا موجوده في كنيسه بصلي في كنيسه وبقول له يا رب هو انا ازاي يا رب انه انا هكون في كنيسه وهتواجد في كنيسه وهنضم لكنيسه وانا يا رب يعني قلقانه جدا. لقيت نفسي انه الاب الكاهن قال لي تعالي احضري معانا قداسات، تعالي احضري معانا. فلقيت انه فعلا ربنا مديني الرؤيه دي عشان كده. فانا كنت فرحانه جدا وحياتي مشيت في المغرب وكنت بشتغل في شركه ودنيتي وحياتي كلها مستقره جدا. انا مؤمنه بعرف ربنا في السر، بحضر كنيسه، اتعرفت على عابرين من المغرب بحاول احضر معاهم على قد ما اقدر، اسمها كنيسه المجد بتاع الاسيس ادم والاخت فرح. تقريبا هم لما اتجوزوا انا كنت في المغرب وكنت عارفه قصتهم وقصه كفاحهم، وكنت مع ادم قبل ما يتجوز فرح كان اب ليا ووقف جنبي في حاجات كتير، يعني في كل حاجه وقف جنبي. فكنت مبسوطه جدا لغايه لما جاتني الصدمه انه انا اتعرفت على حد عن طريق النت مسيحي، شخص مسيحي ابعد عن جد من مصر من بني سويف. قرر ان هو يعرفني على امه وعلى اخته وعلى عيلته في بني سويف. قلت لك هي بتبان. انا عارف ان انا داخل على حكايه حكايه شهرزاد اللي اتحولت من الاسلام الى النصرانيه عن طريق حوار كده، عن طريق استاذها في الجامعه اللي كان الهدف انها تدرس الفرنسيه، والراجل بدون امانه، ما عندوش امانه، دخلها في الدين المسيحي. ما علينا. ولما بدأت تقرأ في الدين المسيحي فكرت تقرأ في الإسلام، فوجدت في الإسلام نقط يعني عرفت إن الدين ده غلط، زي بتصلي على النبي، زي اللي بتتجوز 4، زي الحجاب، زي الفتوحات الإسلامية. وأنا رديت على الكلام ده في الحلقة الأولى. في الحلقة الثانية قالت لك أنا بدأت أدرس المسيحية على النت. وحياة جوزك شهريار، وحياة امك شهر اغسطس على النت. هو دي الدراسة اللي تدخلني دين؟ انا اعرف ان الدراسة العميقة دراسة من كتب الدراسة. ما قريتيش كتب الاباء؟ ما قريتيش عن الطوائف النصرانية؟ ما قريتيش العهد القديم والعهد الجديد؟ ما قريتيش تفسيرهم؟ ما وقفتيش عند الثالوث وازاي بعضوا التلاتة وكل واحد ليه كينونة، شخص قائم بذاته، وبعد كده التلاتة واحد؟ ما قريتيش عند التناول اللي انت بتجلي جسم الرب وتشربي دم الرب؟ ما عملتيش اعتراف؟ شفتيش الاعتراف؟ مش عاجبك نصلي على النبي اللي هي الدعاء وتقف قدام كاهن تعترفي بذنوبك بشر؟ ما قريتيش عند ده؟ ما قريتيش ان الكاهن الاباء بيقول لك او رجال الكنيسه بيقولوا ان ده وكيل ربنا في الارض، وان الكاهن لما يناولك مش الكاهن ده يسوع؟ ما قريتيش الكلام ده وما عرفتوش؟ درست اللي درستيها يا حلو. اخوها كان في جماعه متشدده فكانت خايفه جدا فبدات تامن في السر. ازاي بقى بدات تامن في السر ومشيت حياتها كمسيحيه وهي في عيله مسلمه؟ بتروح الكنيسة بتقول لهم أنا بدرس فرنساوي عشان بدرس فرنساوي ببلاش، فقالوا لها طالما بتدرسي ببلاش خلاص روحي الكنيسة. عيلة إيه دي؟ ما هي عيلة متسيبة من الأول أصلا. العيلة ما تعرفش حاجة عن الإسلام دي زي ما ظهر في الحلقة الأولى. والحكاية الحقيقية أنا بنبه إخواننا المسلمين، يعني لازم نعرف الدين في الأسر يعني. طيب ونرجع بقى للنقطة اللي لو عدى فيلم منهم يبقى مش رحومة، مش رحومة البوبة مبزلومة. لازم شفت، لازم رؤية، لازم تطلع العذراء، لازم يطلع يسوع. لا يتم الإيمان إلا لما يظهر رؤية.
يعني دين بتعتنق الدين اعتمادا على الرؤى. نبي، هي نبي موحى اليها، عندها عليها كحل القدس موحى اليها. شافت طريق ماشيه في طريق ضلمه، وبعدين باب اتفتح طلع نور، وبعدين حد اداها ورقه معناها الله معنا. لو حد قال لي تفسير الرؤيا عندك يا ابو اسامه، هقول لها اضغطي كويس، لان البرد في الصيف احد من السيف. شد البطانيه كويس، البرد بيعمل اكتر من كده. كمان ما تقليش في الاكل. مش عارف ايه موضوع الرؤى دي. انا اعرف الدين ده عن عقيده فهميه ووجدانيه، ما اعرفش الدين بالرؤى. انا ما اعرفش. على فكره لو جه واحد يعني كان على دين تاني وقال لي انا مسلم عشان شفت رؤيه، هقول له يا ابني انت والله اسلامك ما تم. روح يا ابني اقرا في الاسلام وفهمه واعرفه، واعرف الحقوق اللي عليك او العبادات اللي عليك وواجباتك، واعرف التشريعات الاسلاميه. احنا يعني بنؤمن بدين لان النظام اللي فيه نظام اللي وضعه اله ما فيهوش خلل. هو ده اللي اعرفه. انا على فكره مسلم. هتقعد تقول لي القران فيه معجزات، هتقعد تقول لي النص فيه كذا، ماشي، بس مش ده سبب ايماني. سبب ايماني ان لما بتقرا ايات القران فنيجي ندخل في باب الاقتصاد، تلاقي القران حاطط نظام اقتصادي ما فيهوش خلل. مستحيل انسان يحط قوانين كده. لما نيجي في باب العقوبات في الحدود، تلاقي الحدود محطوطه رادعه، لو طبقت لامنا، لعشنا في امان. نظم. تلاقي في العلاقات ازاي تتعامل مع المسلمين وغير المسلمين. فعلا مش ممكن بشر يحط القوانين ديت اللي حاطط طرف يعني عنده من الحكمة مستحيل تبقى عند البشر. فبعرف ان اللي قايل الكلام ده بوضعه ده مستحيل يكون انسان. لو جيت لك كمان لحاجة تانية، النظام الجمل في القرآن معرفش يألفها حد، ودي محتاج عشان تفهمها عربي يعرف لغة العرب. لكن خلينا في الحاجة اللي تنفع للجميع. الإعجاز في الدين الإسلامي القوانين التي وضعها رب البشر للبشر. أي قوانين بشرية بتتحط بيبقى فيها خلل وفيها ثغرات، وما المحامين بينفذوا ازاي من الثغرات. القوانين الإسلامية ما فيهاش ثغرات. وطبعا الأمر يطول، احنا ممكن بعد كده نبقى نمسك قضية واحدة بس وأوريك ازاي ما فيش ثغرات. لو طبق تشريع ربنا لعاش الجميع في امان، مسلمين وغير مسلمين. طيب بعد كده بقى اتعرفت على اب كاهن، قعد يقول لها يا بنتي لازم تصلي، اوعي تسيبي الصلاه. وبدات تروح وتصلي والكلام ده لغايه وقعدت تشكر مش عارف في كنيسه في المغرب، ما تلزمنيش يعني. والعلاقه بينهم مش عاوز اغوص في كلام يعني انا ما بحبش اتكلم فيه، بحب ابقى محدد في القضيه اللي انا بتكلم فيها. وما زلت بقول لما اكون عامل فيديو في قضيه معينه ومش عارف انا حكمه النصارى، تبقى انت بتتكلم في قضيه معينه وهو يروح راميلك في التعليق حاجه بعيده عن الفيديو، ما تعلق على الفيديو، ما تقول انت رايك ايه في اللي بتقوله الاخت شهرجله دي مع رحومه البوم، ما تقول، ما تعلق على الحوار. وحافظين، بص عليا النعمه، بص تعليقاتهم محفوظه، هم الاربع خمس حاجات: زواج الرسول، والثلاث طوبات. 3 طوبات، اللي بيمسح ب3 طوبات احسن من اللي كان بيقوم يا اسطى ما يمسحش اصلا. وارجع يا عم للتاريخ وارجع للتشريع اللي عندك، ارجع يا حبيبي. والارهاب، الحروب الاسلاميه اللي هي بحد السيف او فتح البلاد ذنب السيف، ولا كانه مغيب تاريخيا ومغيب عن نصوص الكتاب المقدس، بسيبه يعك. بروح اقول له يا ابني روح اقرا كتابك ربنا يهديك، هتلاقي التعليق ده اللي حطه على طول. ليه؟ لان انا مؤمن ان انا بتصارع مع باطل مش بتصارع مع اشخاص. القضيه قضيه حق وباطل، انا مش داخل معاك في نزاع اساسا. انت اقعد بقى غني زي ما تغني، ربنا يهديك، ربنا يديك العقل يعني ويهديك.
بمناسبة صوت الراجل اللي جاي ده وهي بتتكلم، انا سامع خلفية زي ما يكون اذان. لو حد بقى ادق مني يقول لي ايه الخلفية، انا سامع صوت كده يعني وهي بتتكلم صوت اذان. ماشي. اتعرفت بقى على العابرين في هناك ديت وما تهمنيش، لغاية ما اتعرفت عن واحد مسيحي اب عن جد، مسيحي عن مسيحي عن مسيحي مصري، تعانق المغرب ومصر. بالمناسبة اللغة بتاعتها مش مغربية اصلا، يعني ما شفتش واحدة مغربية، دي من شبرا عندنا، مع احترام الشبرا طبعا مش قصدي، ماشي، من بساتين يا عم بلاش شبرا، سيدة عيشة. لا يا عم دي رداح، دي بتردح. ما هو شوف اللهجة المصرية، المصريين لهم لهجة معينة، يعني اخواتنا شمال افريقيا يعني المغرب والجزائر وتونس لهم منا كل احترام، لا اللهجة مختلفة. المهم الاخت المغربية تعرفت على الاخ المصري المسيحي ابا عن جد من بني سويف، وصمم انه يعرفها، وده هنشوفه في الحلقة دي، الحلقة التانية. ده بقى هنشوف ايه حكاية البني سويفي المسيحي اللي اتعرفت عليه شهرزاد، اتعرفت على شهريار، ده هنعرفه الحلقة الجاية، هنشوف عملت ايه معاه.